حضارة عريقة زاهية وبلدا مكرما وكيانا قويا منيعا. من فضل الله وإكرامه للأمة المغربية أن جعل على رأسها عبر الأزمنة ملوكا علماء أبرار وأمراء المؤمنين أخيار ظلوا حريصين على حماية الدين وشريعته الغراء على هدي جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسير أمير المؤمنين مستلهما من هذا اليوم المبارك ومن أيام الشهر الفضيل خلق التراحم والتعاضد والتآزر. هي أيام مباركة اختارتها العناية الإلهية لتكون منة ربانية وعطاء وفضلا لأمة خير البرية يتسابق فيها المؤمنون للعمل الصالح والفوز بالرضا والرضوان. في هذا اليوم المبارك الموسوم بالنفحات الربانية تتضاعف الحسنات وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات، والدعاء مرفوعة به الأكف لأمير المؤمنين على جهوده الخيرة التي جعلت هذا البلد الأمين بفضل ومنة من المولى عز وجل آمنا مطمئنا يرفل في نعماء الاستقرار والأمن الاجتماعي والروحي. بعد صلاة العيد والاستماع لخطبة الإمام يعود الموكب الملكي في حفظ الله ورعايته إلى القصر الملكي، فيما احتشدت الجموع الغفيرة من المواطنين والمواطنات ليشارك أمير المؤمنين فرحة هذا اليوم المبارك الأغر ويقدم لجلالته أحر التهاني والتبريك. جموع المواطنين والمواطنات من أبناء مدينة الدار البيضاء تبارك لأمير المؤمنين هذا العيد السعيد وتدعو له بالحفظ والسؤدد حتى يحقق لشعبه الوفي ما يصبو إليه من رقي وما يرنو إليه من رفعة ضمن مسيرة تنموية شاملة وتعبئة قوية متعددة الجبهات تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والروحية والاقتصادية والثقافية. تلهج الألسن بالدعاء للباري عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين عنوان عزة هذه الأمة ومحط آمالها في غد مشرق زاهر. تتعالى الدعوات من المواطنين والمواطنات من أبناء المدينة بأن يحفظ جلالة الملك ويكلأه بعنايته الإلهية وبأن يجزيه خير الجزاء على ما يسديه لشعبه من أعمال جليلة وجهود خيرة بغرض إسعاده وتحقيق رفاهيته وازدهاره. أمير المؤمنين يواصل الخطى في مجالات التنمية البشرية، في المجال الاقتصادي، في مجال الهيكلة الدينية والتصدي للاختلالات الاجتماعية وبناء المغرب الحديث. نستحضر في هذه المناسبة وفي كل المناسبات الوطنية والدينية المحطات الكبرى والمنجزات العظيمة التي ميزت مسيرة الملك والشعب من أجل بناء المغرب الجديد ومن أجل الارتقاء إلى مصاف الدول الأكثر تقدما وتطورا وحداثة وتجديدا.